طيب مطعم شعبي ضد مطعم مشهور، الاثنين نفس السعر والاثنين نفس الوجبه، بس السؤال دايما هل هيبقى في فرق في الطعم ما بين الاثنين ولا لا؟ يلا بينا نشوف. ومعانا طبعا في الجانب المشهور يمكن اشهر مطعم بيعمل شاورما في مصر دلوقتي وهو كرم الشام. اما بقى في الجانب الشعبي فهو مطعم صغير كده فاتح في شارع الجلاء في فيكتوريا اسمه المذاق الدمشقي. فخلينا نبدا اول حاجه بقى بسندوتش الشاورما. بس مذاق الشام جاي معاه واحده توميه واحده مخلل، عكس كرم الشام جاي معاه توميه بس. خلينا نبدا اول حاجه بقى بالمطعم الشعبي. ماشي. الساندوتش طعمه حلو الصراحه، متحمص من بره، تتبيله الشاورما في القلب كويسه جدا، يمكن التوميه طعمها خفيف سيكا. تعالوا كده طب نجربه. ماشي. هو هنا الصراحه العيش قليل قوي، عكس هنا لا كتير. الشاورما نفسها اقل من المذاق الدمشقي، بس حته الشاورما ملحمه يعني القطعيه بتاعتها تخينه، فانت حاسس بالتتبيله بتاعتها اكتر. توميه كرم الشام الصراحه تكسب باكتساح. بص انا اعتبرها تعادل لحد دلوقتي وربنا بقى يسهل في اللي جاي. وانا جبت من الاثنين فتة كريسبي. بالنسبه لكرم الشام فالفته جايه لوحدها، مش جايه معاها غير معالق ومناديل والحاجات دي. انما بقى المذاق الدمشقي فالفته جايه هنا ومعاها واحده جبنه شيدر وواحده صوص باربيكيو وطبق مخلل. بصوا ده كده شكل كرم الشام، بس اللون بتاعه اغمق شويه من بتاعه كرم الشام. بصوا الصراحه كرم الشام تحس ان هي ارقى، بس الفراخ نفسها طعمها احلى الصراحه. صوص الجبنه بتاع كرم الشام حلو جدا، لكن الصراحه المذاق الدمشقي مديني يعني تجربه متكامله من كل حاجه. فانا لو هقول لكم قيمه مقابل سعر فاقول لكم المذاق الدمشقي اجمد، لكن لو هقول لكم مثلا كايه كفيلينجز كده الصراحه كرم الشام احلى.